ايس كريم في يناير. ايس كريم هنعمله في البيت طبيعي جميل جدا، مكونات سهلة وبسيطة جدا، كلها اقتصادية، مكونات كلها في بيتك بإذن الله. هنعمله بمنتهى اللذاذة كده والسهولة، هيكون طعمه حلو فوق الخيال ان شاء الله، يظبط معاكي، ومقادير كلها جميلة. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض آيس كريم مانجو حلو جدا، طعمه جميل، مكونات طبيعية كلها ولذيذة، موجودة عندي في البيت بإذن الله. هنشوف مع بعض. شايفة الجمال والحلاوة زي ما انت شايفة كده، آيس كريم حلو جدا. مش مشكلة يكون في البرد او مش في البرد، لانه طعمه حلو قوي قوي، هيعجبك، وحاجة كده لزوم التكتكة. ان شاء الله هنعمله بكل سهولة مع بعض. شايفة جماله، في اقل وقت هتعمليه، واقتصادي، ولادك هيطلبوه منك على طول، لانه حلو قوي قوي وطعمه جميل وموفر، مكونات كلها سهلة وبسيطة، وهيطلع معاك ان شاء الله بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي. اتبع معايا بس الخطوات والطريقة. هنعمله بدون مضرب وبدون ماكينة الايس كريم، ان شاء الله يطلع معاك حلو كده. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا هنا كوبايتين حليب او لبن زي ما بيسموه، ومعانا هنا معلقتين سكر. السكر ده حسب الرغبة زي ما انت عايزة، التحلية دي بتاعتك انت. ومعايا هنا معلقة نشا واحدة، هنقلبهم كده على البارد. علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، لازم تقلبيها على البارد قبل ما يتحط على النار. الايس كريم ده اقتصادي جدا ومكوناته سهله قوي قوي، يعتبر 4 مكونات فقط لا غير. هنحط اللبن مع النشا على النار، وهنخليه قوام خفيف زي ما انت شايفه كده لغايه ما يستوي معانا، ويبقى بالشكل ده كده اهو. احنا عايزينه سائل كده مش تقيل، بالشكل ده كده. هنفضيه في طبق بقى كده او في بوله. شايفه القوام؟ احنا عايزينه بالشكل ده كده، يكون خفيف ما يكونش تقيل اهو، بالشكل ده كده. وهنحطه في التلاجة، هنحط عليه كيس على الوش من فوق علشان ما يعملش قشرة سميكة من فوق، وتكون تخينة ومش حلوة كده معانا في الايس كريم والكاتك اهو. بعد ما حطيناه في التلاجة هنطلعه كده بالشكل ده، وهنديله تقليبة كده اهو. شايفة القوام؟ لسه مش متجمد ولا حاجة، سايل زي ما هو. احنا عايزينه بالشكل ده كده. هنحط معانا كمان كوباية كريم شانتيه خام اهي. سهل جدا وطريقة بسيطة، وان شاء الله تعجبك وتعتمدها على طول معايا وتعملها على طول، مفيش اسهل من كده. والنتيجة زي ما انت شفت كده جميلة جميلة. هنقلب بقى الكريم شانتيه مع النشا، والاضافة اللي احنا هنحطها بقى ديت بتاعتك انت برضو، الطعم اللي انت عايزاه. انا هعمله النهارده بالمانجا زي ما انت شايفة اهو. المانجا ديت كانت في الفريزر، انا عايزاها كده فيها قطع تلج ومتجمدة شوية. هاخدها بقى كلها واضربها في الخلاط، ضرب بقى متقطع اهو. شايفة القوام؟ متضربيش على طول متواصل، ضرب متقطع عشان تحصل على النتيجة الحلوة دي. ادي قوامه اهو، تقيل وجميل وكريمي وطعمه جميل جدا. هنصبه بقى في الاطباق اهو بالشكل ده كده. ايه رأيك في بساطته وسهولته؟ مفيش اسهل من كده، اقتصادي وسريع، مفيش اي مجهود ولا تعب، ولا محتاجين المكنه بتاعه الايس كريم، ولا محتاجين لبن مكثف ولا اي حاجه. مفيش اسهل من كده، جميل جدا واقتصادي وطعمه حلو قوي قوي قوي، هيعجب الاولاد.
هنظبط كده الاطباق بالشكل ده، كان هنهزها كده بالشكل ده كده، نحركها كده اهي، تظبط معاك بكل سهولة. وهندخلها بقى على الفريزر او المبرد، وهتطلع معانا جميلة كده وبالشكل ده. احلى ايس كريم تاكليه في الجو البرد المتكتك الحلو اللي احنا فيه ده، وحلو جدا في الصيف يا جماعة. ان شاء الله الطريقة تعجبك. شايفة المنظر، شايفة القوام اهو. هو الايس كريم مالوش وقت، من حلاوته هتعمليه على طول. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بعمله. واتمنى طريقة الايس كريم او الجيلاتي تكون عجبتك. بحبكم في الله، مع السلامة، في رعاية الله.